صراحة الواحد مش عارف يودي وشه منكم فين على التقصير اللي أنا عامله في القناة، وإن أنا ما بنزلش كتير، وإن أنا مش زي الأول يعني. أو أنا مش عارف إيه الأول اللي كنت أنا حلو فيه، بس يعني أدينا بنزق معايا فمزق معايا الحلقة. بس المرة دي أنا جاي بقول إن أنا عايز أبدأ ألتزم أكتر وإن أنا أبقى أحسن. وهنحاول بجد يبقى في تغير جامد على القناة. أنا راجع بشغف جديد وبطاقة جديدة جدا، لأن الفترة اللي فاتت يمكن ما كانتش أحسن حاجة. الواحد عدى في حاجات كتيرة ما كانش متوقعها، ما كانش متخيلها، والفترات بتغير يعني الواحد بيعيش ويشوف الدنيا. وكمان دي فترة امتحانات، فالدنيا بصوا هي جاية عليا من الآخر يعني. بس هو الحمد لله على كل حال. بس أنا جاي في دماغي حاجة، وهي فكرة حلقة النهاردة. جه في دماغي فكرة: احنا ليه عندنا تقصير من ناحية نفسنا، او احنا ليه بنقلل من نفسنا؟ لان انا عندي مشكلة في الموضوع ده جدا. ليه الانسان بيشوف نفسه ضعيف؟ ليه الانسان بيشوف نفسه قليل؟ ليه الانسان بيشوف نفسه مش كفاية؟ فانا عايز افكر معاكم في الحاجات دي كلها، لان بجد دي حاجات صعبة. يعني انت مين اللي بيقولك ان انت كده؟ نفسك، الناس، يعني مين اللي بيفرض عليك ان انت مش كفاية؟ فتعالوا في حلقة جديدة من دفتر العراف نتكلم فيها عن كل ده. بس عشان نبدأ بس بوجهة نظر صح ونتكلم صح، الإنسان بيجي وقت ويضعف، وده طبيعة البني آدمين عموما. إن إحنا مش على طول عندنا قوة خارقة للطبيعة، مش على طول جامدين قوي. بيجي في أوقات بنضعف وبنبقى مش قادرين حتى نقوم من على السرير. بس الفكرة كلها إن أنت هتفضل على طول مش قادر تقوم من على السرير، هتفضل على طول كسلان تقلان عندك أي مشكلة في الحياة. بس هي دي الفكرة، إن أنا جاي أكلمك وأقول لك حاجة: إن أنت طبيعي إن أنت تبقى في قمة المجد أو في قمة طاقتك أو في يعني يبقى في مكان كويس، بعدها تنزل. لأن هو ده الطبيعي، ده النورمال، ده النورمال بتاع البيرسون، بتاع الإنسان عموما. إن أنت تبقى فوق وتنزل تحت، تطلع فوق وتنزل تحت. الفكرة كلها بقى إن أنت دايما تشوف نفسك تحت. أنت هنا بقى تعالى بقى نقعد نتكلم شوية، يعني هات لك شاي، تقعد تاكل وتتفرج عليا، ما عنديش مشكلة. يعني هتقعد بقى فكر معايا، اتكلم معايا كده، وفكر معايا انت ليه، ايه اللي مخليك ان انت حاسس انك تحت؟ ايه اللي مخليك حاسس ان انت ضعيف، ان انت مش قادر، ان انت مش عارف اصلا توصل اللي انت عايزه؟ ايه؟ امكانيات؟ فلوس؟ افكار؟ حاجات انت بتفكر في حاجات كتير. يعني يمكن تأثيرا بالفترة بتاعتي ان انا بقدم على تدريبات، وناس صحابي اتخرجت ومش عارف ايه وحاجات كتير. مثلا انا بقعد مع الناس بيقعد يقول لي: انا مش عارف انا هخلص الكلية بقى اطلع اروح فين. طب ما انا كمان مش عارف، بس وغيرك ما كانش عارف. ومدير الشركة اللي في هناك دي ما هو ما كانش عارف ان هو يطلع يبقى مدير شركة. بس الفكرة كلها: انت عندك ايه تعمله؟ عندك ان انت تفضل خايف، وان انت خايف من بكرة، وخايف ان انا مش هنجح، وخايف من المستقبل، وخايف من كل ده. فهتكتف نفسك في زون كده، وتقفل على نفسك، وتفضل قاعد تحت. فده ما ينفعش. بس انت قدامك تعمل ايه؟ قدامك تقدم في تدريبات، قدم. عايز هتترفض، اترفض عادي. انا الواحد عنده مليون ريجكتد ميلز، ان انا ريجكتد في اوفرز كتير، وفي انترشيب كتير، وحاجات كتير قوي. بس الفكرة كلها ان انت لازم تسعى، لازم تتقبل ان انت مش احسن حد في الدنيا، وتتقبل ان انت عادي ان انت تترفض. يعني ايه اقدم في مليون وظيفة وترفض يعني تترفض في المليون كلهم، بعد كده تيجي تقدم في مليون واحد تتقبل في الواحد؟ ما هي دي فكرة الحياة. الحياة ما هي إلا عبارة عن طالع نازل. هترفض النهاردة تقبل بكرة، وهنفضل هكذا. فما تشوفش نفسك ضعيف، ما تشوفش نفسك مش قد مكان معين، لأن مفيش حد قد مكان. يعني أنت مفيش حد راح المكان ده وقال لك أنا قده، أو أنا مش عارف إيه، إلا من رحم ربي. لأن في ناس عندها قدرات خاصة أو سبيشال باورز، إن هي شغوفة بحاجة. لأن في ناس ممكن، يعني بالذات بيظهر ده في الأفلام، إن ممكن تبقى في ناس دارسة وعاملة إخراج وحاجات كتير، وبيطلعوا افلام رديئه او مش رديئه، متوسطه. وواحد اصلا بيجي من العدم يخرج فيلم جامد جدا. فهي الفكره كلها ان في ساعات بيبقى البني ادمين لها مواهب. بس هل الموهبه هي كل حاجه؟ استحاله. الموهبه اصلا مش الحاجه اللي هي ممكن تاكل عيش. هي الموهبه بتزق معاك عشان تطلع تتطور وتبقى احسن. لكن انت لو ما اشتغلتش على الموهبه بتاعتك اساسا، انت بتقع. وده نفس الفكره. انت لما تيجي تقدم على وظيفه جديده، تقدم على شغلانه جديده، عادي ان انت ما تبقاش فاهم، عادي ان انت ما تبقاش عارف، عادي ان انت تحس ان انت، يعني مش هقول اقل واحد، بس انت عادي، انت لسه جديد، انت لسه بتتعلم، لسه بتتخبط، انت لسه مخلص يعني من سنه ولسه بتقدم تاني. انت مخلص كليه، مع مخلص كليه، مخلص فتره معينه، وبتقدم في مكان. فطبيعي جدا ان انت تبقى مش عارف. ما هو امتى الانسان كان عارف حاجه؟ الا بالتجربه. انت بتجرب، بتفشل، بتنجح، وهكذا بقى. هي الفكره. ما تقللش من نفسك، ما تشوفش نفسك قليل، لان انت لو شفت نفسك قليل الكل هيشوفك قليل، وانت مش محتاج ده.
فلأ، احترم نفسك واحترم إن أنت ممكن تبقى في يوم من الأيام ما عندكش خبرة وبتتعلم. الأطفال اتولدت، يعني أنت عمرك شُفت واحد أو طفل اتولد من بطن أمه وهو متعلم يمشي مش عارف قال لك لأ أنا عايز أطير؟ ما هو لازم هيتعلم يمشي، وبعد كده هيتعلم يزحف، وبعد كده يُقف، وبعد كده يمشي، وبعد كده يعمل حاجات. ما هي دي الحياة، ما هو مش بيتولد بيمشي، ما هو مش طبيعي، مش منطقي. فأنت مش طبيعي إن أنت تنزل شغلانة تبقى super hero فيها، تبقى تنين مجنح. عادي تاخد فترة إن أنت تتعلم وتفهم الدنيا وتبقى أحسن، لكن ما تظلمش نفسك، ما تجيش على نفسك زيادة عن اللزوم. لأن أوقات كتير إحنا اللي بنوقع نفسنا، إحنا اللي بنخلي نفسنا نحس إن إحنا قليلين، فنمشي من الأماكن ونسيب الناس ونسيب كل حاجة بناء على فكرة أنا مش كويس، أنا ضعيف، أنا مش أحسن حاجة. وكمان عندي وجهة نظر برضو في العلاقات بالذات، يعني تعالى نخرج من الشغل ونخش العلاقات وبعد كده نرجع تاني وهكذا. عندي مشكلة في العلاقات، لما يجي حد يقولك انا حاسس ان انا مش كفايه، او ان انا يعني تستاهل حد احسن مني، او انت تستاهل حد احسن مني، او ان الكلام اللي في مضمونه هذا، يعني اللي هو يعني ايه اصلا؟ طب يعني انت لو في وجهه نظرك ان انت وصلت لفكره ان انت تستاهل حد احسن مني، انت كده ما بتحبنيش، انت كده بتحاولش عشاني. يعني ما هي بص عايز افهمك حاجه، ما هي لو خدت حد احسن منك فهي بالطبيعي الحد ده عنده مشاكل وعنده عيوب. فما فيش حد احسن منك 100%، لان احنا كلنا بشر ناقصين، عندنا نقص في حاجه معينه، في المشاعر، في الفلوس، مهما كانت النقص بتاعك فين او المشكله بتاعتك فين، فدي مشكله. فهي منين هتلاقي احسن منك؟ ويعني ايه اصلا ان انا اتكلم مع حد واقول له انت تلاقي احسن مني؟ يا عم لا، انا مفيش احسن مني. انا ببقى يعني لو حاجه زي كده جت في دماغي ببقى عايز امسك نفسي كده، ادي نفسي قلمين او فوق. مفيش حد احسن مني، انا احسن من اي حد. وهنا يعني الناس ممكن تشوفها ان انا مغرور او ان انا تنك او ان أنا... لا، هي مش غرور والله. هو انا الحمد لله انا بحب نفسي جدا وفي نفس الوقت بحب الناس. بس هي مش غرور، انت لازم تحب نفسك، انت لازم 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 تبقى مقتنع كده جواك ان انت احسن حد، ان انت شخص ما بتتقارنش بحد، انت مفيش حد ممكن يقارن معاك. وده مش عظمه ومش حاجه زي كده، لا ده كله بسبب فكره واحده بس، ان ربنا قال لنا ان مفيش زيك اتنين. دي حاجه انت عارفها يعني. لما ربنا يبقى معرفنا ان احنا مفيش زينا اتنين، دي حاجه لازم تبقى جواك كده، اللي هو انا مفيش حد زيي، مفيش حد زي التاني. في احسن مني فيه، في اوحش مني فيه، بس مفيش حد زيي. ان انت تلاقي حد زيك دي مش هتلاقيها تاني. فابقى احسن شخصيه من نفسك، احسن شخصيه من حياتك. وانت لو بتحب حد او بتحب حاجه معينه، حارب عشانها، هات اخرك عشانها، عشان يوم لما الحاجه دي تخسرها او الحاجه دي تضيع او الحاجه دي تسيبها، او مهما كان اللي حصل في الحاجه دي، انت ما تبقاش السبب في الخساره دي. يعني انت ما تبقاش ان انت تكاسلت تخاذلت، لا انا ما اتخاذلتش، انا جبت اخري. هي ما جاتليش يبقى هي مش بتاعتي، يبقى ده تقدير ربنا ليا ان الحاجه دي مش بتاعتي، وان انا استحق حاجه احسن منها. ما اقعدش افكر كتير بقى. لان دايما الحاجات اللي بتاذينا لما بنسيب شخص او بنسيب مكان او بنسيب حاجه، مش فكره ان احنا بنسيب الشخص ده، على قد فكره الافكار بتاعتنا. واحنا بنفكر طب هو كان يستحق احسن مني، طب انا كان المكان ده يستحق ان انا ابذل مجهود اكتر. فانت طول ما تقعد تفكر في الافكار دي طول ما انت هتتعب. لكن لما انت تبذل كل اللي انت تقدر عليه، تبذل كل اللي انت تقدر عليه، وتبقى عارف ان ده اخرك فعلا، يبقى خلاص. ويا بقى لو جبت بعد اخرك اخر كمان، يبقى انت كده حرفيا تنين مجنح، انت كده جامد جدا. لان انت بكل بساطه انت جيت على نفسك زياده عن اللزوم عشان الحاجه دي، وفي الاخر هي ما جاتلكش. يبقى ما تزعلش ان هي ما جاتلكش، يبقى انت تقدر ان انت قيمتك اكتر من كده، وتعرف ان انت كسرت يعني حاجز من حواجزك. يعني انت فاهم يعني انت جيت بعد اخرك بشويه، يعني ده ما كانش اخرك اصلا، يعني انت فيك لسه تاني، فيك صحه اكتر، فيك حيل اكتر. نفس فكره الجيم. الجيم احنا فكرته ايه؟ ان انت مثلا بتخش تنزل تشيل 10 كيلو، بعد كده تشيل 12 ونص، بعد كده تشيل 15، بعد كده تشيل 17 ونص، بعد كده تشيل 20، لحد ما توصل لارقام كبيره بقى لو انت مستمر. طب تعالى بقى الجيم ده لو انت مثلا وصلت لل 30 وكسلت مثلا، او ما يعني حصل ظرف ما رحتش لمده 6 شهور، لما تيجي ترجع هل انت متخيل ان انت تشيل ال 30؟ استحاله، مش هتعرف تشيل ال 30. فانت لازم ترجع من ال 15. اه انت ما بداتش من 10 زي ما كان اول مره، بس بدأت من 15. بس الفكره دي الفكره كلها ان احنا كبني ادمين، طول ما احنا شغالين على نفسنا، طول ما بنتطور، طول ما احنا بنسعى في مكان معين، طول ما احنا هنتطور فيه، هنوصل لحاجه جديده فيه. لكن احنا لما نسيب المكان ده، حتى لو هنرجع له او حتى لو هتبدا مكان جديد، انت لازم تبقى مدرك ان انت هتبدا من الصفر وهتطلع تاني. اه هتطلع اسرع من الطلعه الاولى، بس دي فكره ان انت تحترم امكانياتك، تحترم قدراتك، ما تقللش من نفسك، ما تحسش ان انت قليل خالص، لان انت فعلا مش قليل. انت لو قليل ربنا خلقك ليه؟ يعني ربنا ما خلقكش عبثا او كده ان هو انت ولا حاجه. لا، انت ليك دور وليك لازمه، ربنا خلقك لهدف.
فدور واسعى في الدنيا ان انت تعرف ايه الهدف اللي انت مخلوق عشانه ده، وما تقللش من نفسك نهائي. اللي هو انت تستحق ان انت تتحارب عشانك، انت تستحق تتحب، تستحق تبقى في وظيفة محترمة تدخل الدخل المناسب ليك، تستحق تبقى تنجح في شغلك وفي حياتك. فما تقعدش تقول انا مش هنجح، انا مش هعمل، انا فاشل، انا ما استحقش المكان ده، هو انا انجح في المادة دي، هو انا هفهم الناس دي اصلا. لا، ما تقعدش تقول كده، لان انت كل ما بتفضل تقول كده طول ما انت بتزنق نفسك في الحتة دي ان انت مش هتعرف تطلع. لكن يا عم اطلع وجرب وشوف، وما انجح وما تنجحش، يعني اوصل لحته ان انت ما تنجحش وان انت تفشل فعلا، بس على الاقل انت فشلت احسن من ان انت ما حاولتش. الناس اللي قاعده بره بتتفرج، يعني فاهم، ناس كتير، بس الناس اللي بتنزل الحياه فعلا والارض وتعافر وبتوصل، بيوصلوا لحاجه. مهما كانت الحاجه اللي انت وصلت لها دي، حاول ان هي تبقى حاجه كويسه، حاول ان انت تفهم نفسك، تفهم ذاتك، خلي حياتك في الدنيا ليها معنى. هي دي اكبر حاجه في الحياه، ان انت ليك معنى في الدنيا، ليك لازمه، ليك فكر ان انت انا عايش عشان انا فعلا مميز، فعلا استحق، فعلا ليا هدف في الحياه انا عايز اوصل له. فلم نخلق عبثا ولم نخلق يعني اللي احنا لله شيء، احنا خلقنا الهدف ولينا هدف ولينا حياه احنا عايشينها، وعشان كده لازم نوصل لحاجه، عشان كده لازم ننجح مهما حتى. يعني تفسير النجاح ده ممكن يبقى مختلف لناس كتير. يعني مثلا واحد ممكن نجاح عنده ان هو يوصل الحساب بتاعه يبقى تريليون دولار، واحد بالنسبه له النجاح ان هو يوصل ل 100,000 جنيه. فده نجاح وده نجاح، فانت ما تقصي نجاحاتك على حساب غيرك. اعمل نجاحاتك الشخصيه، انبسط بيها، افرح بيها، مش لازم الناس كلها تبقى حواليك وانت بتنجح، انجح لوحدك. ولما تنجح وتنبسط وتعرف ان الرحله ممكن تكون فرديه، عادي. الرحلة جت فردية ماشي، الرحلة جت ثنائية ماشي، الرحلة كان فيها أصحاب وشلة ماشي، الرحلة كان فيها أهل ماشي، الرحلة كانت لوحدك برضه ماشي، وبرضه تكمل وبرضه تدوس، لأن هي رحلة، هي حياة لازم هنمشي فيها، عمرنا ما هنبطل. أصل أنت يوم لما هتبطل هتموت، هتقع، هتفشل، هتبقى فعلا في حتة وحشة. لكن طول ما أنت بتحارب وتعافر وتقع وتحس إنك ضعيف، بس تفهم إن أنت لأ، أنت مش ضعيف، أنت وقعت فترة بعد كده ترجع تاني، وهكذا تفضل بقى مكمل في دورة الحياة. هتحس إن أنت فعلا لما تكبر أو توصل لسن معين، تحس ان انت عشت، ان انت فعلا حياتك كان ليها معنى. عشان كده لازم حياتنا يبقى ليها معنى، لازم نحاول ما نقللش نفسنا بأي شكل من الأشكال، لأن انت غالي، انت مهم جدا. عشان كده استثمر في نفسك وفي صحتك وفي حياتك، ومهما كان اللي هيحصل في حياتك ومهما كانت الوقعة، اعرف ان انت تقدر تقوم تاني. ودي كانت حلقة النهاردة من ضيفة العراف، واتمنى ان هي تعجبكم، وان شاء الله نحاول نلتزم اكتر في الفترة اللي جاية.